اهلا بكم مشاهدينا الكرام وحياكم الله مره ثانيه. الان وياكم على شبكه قنوات الكاس من خلال القنوات المفتوحه. الكاس واحد لنلقي الضوء على المباراتين اللي تم نقلها اليوم من خلال شبكه قنوات الكاس. مباراه الغرافه والعين، هذه المباراة الممتعة اللي شفنا فيها 6 أهداف وانتهت بفوز جدير ومستحق لفريقنا نادي الغرافة، فهود الغرافة اللي فازوا اليوم على بطل آسيا نادي العين. نقول مبروك الغرافة ونقول هارد لك نادي العين. في مجمل المباراة شفنا مباراة ممتعة، مباراة حلوة. الغرافة في الشوط الثاني انتفض وقدم أداء قوي جدا وحقق المطلوب منه بعد ما استطاع العين أن يعود إلى المباراة. انتفض الغرافة فجابوا جولين زيادة على ما كانوا عليه، وانتهت المباراة بفوزنا ب4 أهداف مقابل هدفين، وبالتالي الغرافة يعوض عما سبق اللي صار. واليوم نادي الغرافة يحصد 3 نقاط ثمينة جدا أمام نادي العين الإماراتي اللي ما خرج من هذه المرحلتين إلا بنقطة واحدة فقط. في مباراة ثانية، مباراة الهلال والشرطة العراقي، انتهت هذه المباراة بفوز نادي الهلال باكتساح ب5 أهداف مقابل لا شيء. ولما نقول 5-0 معناتها مجريات اللعب واضحة كانت لمن ولصالح من، والاستحواذ كان عند من، واللي سجل أكثر أكيد هو اللي فاز، وأيضا استحوذ وسيطر وحقق 3 نقاط جدا ثمينة للزعيم الهلالي اللي كان يلعب اليوم في الرياض. ماجد الخليفي مبروك الفوز، فهد الشمري مبروك الفوز، ونقول هارد لك حق اخواننا الاماراتيين الله يبارك مشجعين نادي العين الاماراتي، نقول لكم هارد لك. وهذه الصورة الجماعية، صورة الانتصار اللي صار اليوم في استاد البيت امام حضور جماهيري لا بأس به. يكفيني فخرا أن أشوف عيالنا مشجعين غرافة موجودين في ظل غياب لعدد كبير من الجماهير، لكن اليوم ربعنا لاعبتنا في نادي الغرافة قدموا، وأشكرهم أنهم خلصوا المباراة وراحوا للجمهور. ما قالوا والله جمهورنا عدد بسيط اليوم في استاد البيت، لا، قالوا بنروح الجمهور وبنحترم هذا الجمهور اللي جاء وتعنى لنا، وقف معنا واستمر معنا حتى نهاية المباراة، والتحية متبادلة. شكرا خالد، يعطيك الصحة والعافية. تحية لك عندك في المجلس وكل مشاهدي قنوات الكاس. ألف مبروك للفهود، 4-2 مباراة كبيرة اليوم. لا سوى أحمد الجانحي رغم التشكيلة المدججة اليوم بالنجوم، دخلت وغيرت النتيجة إلى 4-2. أحمد مبروكين، عودة الغرافة فعلا للنخبة الآن. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على الفوز، الحمد لله على 3 نقاط. لعبنا مباراه قويه ضد فريق حامل اللقب مثل ما تشوفون، كان فريق قوي مثل العين حامل اللقب. الحمد لله على 3 نقاط، مبروك الجماهير الغرافه، هارد لك الجماهير العين. احمد، الشيء اللي صار في الشوط الثاني، دخولك متعادلين 2-2، دخلت في هجمتين تبدل وضع الفريق الى 4-2. الحمد لله، توفيق من الله سبحانه وتعالى. لازم اساعد الفريق في كل دقيقه اقدر العبها، الحمد لله. احمد، دخلنا في 10 محترفين، عندنا سيف دخل معاهم احمد في الشوط الثاني مع ذكرني مع سر الختم، بدلتوا. ايش رايك بالتشكيله بشكل عام ودخولكم في الشوط الثاني؟ طبعا مثل ما شفت لعبنا مباراه قويه، شوط الاول خصوصا الشوط الاول لعبنا مباراه قويه، طلعنا 1-0. الشوط الثاني بعد بدينا اول 10 دقائق بدينا بقوه، سجلنا الثاني. كان عندنا اغلاط بال10 دقائق هاي، سجلوا التعادل، الحمد لله قدرنا نفوز اخر شيء الحمد لله. يعطيك الصحة والعافية. شكرا أحمد، يعطيك الصحة والعافية. أحمد يعتبر نجم الشوط الثاني اليوم بأمانة، بعد دخوله مع الغرافة و4-2 وعودة الفهود من جديد، بانتظار أي لاعب آخر من الغرافة وأيضا من نادي العين. نرجع لكم وبإذن الله نراجع لكم. شكرا لك يا حماد. ماجد الخليفي مبروك. الله يبارك فيك وفي جميع جماهير الكرة القطرية. حقيقة الفوز الكبير يسعد الصدر، فوز كبير على فريق كبير وهو العين. نقول حق الاخوان هارد لك للعين ومبروك للغرافة. واضح ان الغرافة اليوم يعني داخل المباراة في ارضه وفي ملعبه وبين جماهيره، وتعديل المباراة السابقة اللي خسرناها انه داخل بقوة. وايضا صارت يعني تعديلات في الفريق، ادخال ارون وادخال وجد الظهير الايمن وحارس ريكو في حراسه المرمى. واضح ان الغرافه قاعد يعزز فريقه، لكن
بنتكلم في النقطة هذه عن التعزيزات اللي صارت. الغرافة اليوم حقيقة سايس في وسط الملعب كان جيد، أرون في الشوط الأول أيضا كان جيد، في أخطاء فردية وسجل منها هدف، وخاصة ركلة الجزاء، وأيضا التغطية سوء التغطية جاء منها الهدف الثاني. لكن حقيقة في التحول الهجومي في الهجوم كنا أفضل، سواء في الشوط الأول اللي سجلنا فيه هدف، لكن كانت الركنات أكثر، التسديد على المرمى أكثر، سواء تارجت أو تارجت كنا أكثر. الشوط الثاني استمرارية على النهج الهجومي، لذلك سجلنا 3 أهداف في الشوط الثاني، عززت موقف الغرافة في الشوط الثاني وفي المباراة ككل. حقيقة كنا أفضل من جميع النواحي في المباراة. أجهد وجدي كأول مباراة له، وأجهد آرون كأول مباراة له، تم استبدالهم ودخل الفريق أيضا عناصر جيدة، وقدرنا نسجل يعني بدون 2 أجانب طلعنا ودخلوا بدالهم 2 لاعبين محليين. الغرافة حافظ على استمراره واندفاعه وعلى اسلوبه الهجومي، لذلك استحقوا الفوز. يقول لهم مبروك، ومبروك لكل الغرافة. علي حمد، تشكيلة فولاذية. طبعا مبروك للغرافة، قائمة حلوة العين. اعتقد يمكن احنا بدايه المباراه وجاسم كان عندنا علامه استفهام بالنسبه حق 3 لاعبين جدد لاول مره بدون مباريات وديه، بدون حتى فتره تدريب كبيره، كانت في علامه استفهام وفي تساؤل هل نادي الغرافه راح يطلع مثل ما المتوقع له انه يلعب بقوته راح. ولكن احنا دائما تكلمنا عن العقليه الاحترافيه، وهذا كان بالفعل موجود. الملفت للنظر في الغرافه اليوم على مدار الشوطين كان يلعب 4-2-1-3. في التحولات الدفاعيه كان يلعب 4-1-4-1، وكان ارون هو الموجود من بين خط الدفاع وخط النص، مما سوى عمق دفاعي للغرافه. التزام الغرافه في الرجوع بعد الهجمه والرجوع خلف الكره كان له سبب كبير انه يحافظ ويعزز نتيجته. اليوم يعني شفنا الغرافه يلعب من اجمل مبارياته، التنظيم الدفاعي، الحلول الهجوميه. كان ابراهيمي في الشوط الثاني كان رتم اللعب اسرع بالنسبه حق الغرافه، وخاصه ابراهيمي اللي كان لعب باللمس واللمستين، جات فرص كثيره حق زملائه وجات فرص كثيره له. فاعتقد اليوم الغرافه يعني فاز بمباراه نتيجه ولعب وانضباط تكتيكي في الملعب. مبروك للغرافه وهارد لك للعين. فهد، ألف مبروك للغرافه، ويستاهلون اليوم اداء ونتيجه اليوم. يعني اليوم حتى العين ما بين في يمكن بالهدف الاول اللي سجله العين، وفي لقطات بسيطه في المباراه، لكن الغرافه للامانه اليوم لعبوا مباراه كبيره. اول مره نشوف هذا الاداء يمكن من القسم الثاني الموسم الطاف، قال لي مشعل الى اليومنا هذا، يعني ما شفنا الغرافه في هالمستوى هذا اللي احنا شفناه اليوم. اداء جدا مميز من اللاعبين، حتى اللي شفنا كنا خايفين من 3 لعيبه، يتكلم ابو حمد عن 3 لعيبه كنا خايفين انهم ما ينسجمون مع الفريق، لكن اليوم شفنا انسجام، شفنا الدور الكبير اللي قام فيه ارون في وسط الميدان، وخلى يعني حريه لدياز وساسي يضغطون للامام. يعني شفنا اليوم حتى وجدي في الشوط الاول كان يغلق المناطق ويساعد ربعه في الهجمات السريعه المرتده. حتى شفنا اليوم سيرجي بثقه كبيره، اليوم كنا متخوفين من حارس المرمى للامانه، لكن اليوم شفنا ثقه كبيره من اللاعبين، شفنا اداء اليوم مغاير عن جميع مباريات الدوري. ان شاء الله الاستمراريه على هالمستوى هذا. الحين قفزنا قفزه كبيره الحين، يعني من المركز الاخير صرنا الحين تقريبا المركز السادس مع الاستقلال ب3 نقاط، يعني انا اشوفها يعني قفزه كبيره. فان شاء الله نستمر على هالمستوى هذا وافضل في الجولات الجايه، لكن نتمنى ان نشوف اللاعبين ايضا ينسجمون اكثر واكثر مع الفريق، تمارين اللياقه، شكرا فهد، تعود على المباريات اكثر. شكرا، يعطيك العافيه. مبروك الغرافه وجماهير الغرافه وجماهير قطر ايضا. مبارك يا فهد. هارد لك. يلا نقول مبروك الغرافه وهارد لك للعين. الله يبارك. خالد، مباراه يمكن قلت لك الغرافه كان افضل حتى من بدايه الشوط الاول، من بدايه المباراه الغرافه فرض سيطرته. لاحظنا شويه تحسن من العين، طلبنا بعض الحالات كيف العين قدر انه يوصل لمرمى الغرافه، وقدر انه يغلص الفارق حقيقه بعد الانطلاقات اللي قام فيها سفيان رحيمي وبلاسيوس وكاكو في خط الهجوم، مع طبعا شويه نرفزه هي اللي خلت العين شويه مبين متنشن زياده. لاحظنا سفيان في اكثر من كره متنشن، بارك كذلك متنشن. هاي واحده من الكور، تشوف المرتدات اللي استغلها سفيان. من هني بدا العين يراوينا شكله الحقيقي انه هو قادم للمباراه بشكل جيد، وراوانا العين في هاي ال10 دقائق او الربع ساعه ان هذا عين اسيا نفس الطريقه. طلبنا طبعا هذا المخطط، تلاحظ هني انتشار العين بشكل جيد،
في كل خط وسط الملعب، مع رجوع الغرافه لخط الدفاع الغرافه بدا يسقط، ولكن الغرافه كان ذكي في تسيير المباراه. قدر العين طبعا انه يوصل للمرمى وسجل التعادل، وصل الى 2-2. بعد ذلك شفنا الانهيار الكلي للعين. يعني انا طلبت الهدف الثالث خالد، والهدف الرابع لو تشوف كوامي في الهدفين يا جماعه، لو تشوفون كوامي بتشوفون شيء غريب. كوامي يتمشى بشكل غريب، انا ما شفت صراحه لاعب مدافع فيه هالثقل. يا ريت بس الاخوان يجيبون لنا الهدف الثالث والهدف الرابع، انا طلبت منهم يسوون له هايلايت. يعني العين مسلم خالد، انا قلت لك انت سالتني بين الشوطين قلت العين يرجع، قلت لك اذا العين بيدخل الشوط الثاني بنفس الشوط الاول ما بيقدر يرجع، لكن اذا العين قدر يغير الصوره، هذا من أسوأ الاشواط اللي انا شفتها، او من أسوأ المباريات اللي شفناها للعين من فتره طويله مبين. هذا الهدف، شوف هذا واحد هدف. شوف كوامي وين، كوامي طبعا هناك رقم 3 مش المدافع، خلي يرجع. شوف تحركات كوامي وين موجود، سلبي جدا. وانا اول مره اشوف مدافع كره تمر وهو مش موجود، هو اخر واحد ليبرو، المفروض هو اللي قابلها اول شيء، متفرج يرفع يده كمان بالضبط ويرفع يده. والشوط ولا شوف الثاني، شوف الهدف اللي بعده، هذا الهدف الرابع اعتقد. هاي الثالث عطنا الرابع كوامي يعني ما ادري في سوق واقف، هاي الرابع كانه في سوق واقف ما اعرف. شوف تفضل هاي الرابع، هاي الثالث. شوف قويه، هو كسر التسلل، كسر التسلل. وهاي حركه اليد اللي تحط ايدك ورا، انا مش فاهم هاي شو معناتها. جمعت الكره يعني انت وين بدك هاي؟ الكره بعيده بعيده الكره، ليش حاط ايدك ورا؟ مش فاهم. اللاعب اللي ورا اعتقد هذا هني سقط، رجع خلى اللاعب مره ثانيه تمرير، لا انه راح غطى مع الظهير، ولا انه شو اسمه راح قطعها واقف، كسر التسلل. كسر التسلل. تفضل شوف. بس رجع العين، رجع بنتيجه اصعب 2-0 2-2. لا بس بمرزوق اللي رجع ترى الغرافه في الوقت اللي صارت ضربه الجزاء من ثاني، واحنا تكلمنا. مش انا ارد على ابو سعيد ان كانت اصعب 2-0 واستطاع انه يرجع 2-2، وكلامه اتفق وياه. يعني اخطاء فرديه، هدفين الثالث والرابع اخطاء فرديه. بس حتى الفريق بشكل عام بس بشكل عام الفريق ما طلع. الحين ترى حتى مباراه السد ممكن لعب على جزئيات بسيطه، ولكن ما لعب بالصوره المطلوبه. يحسب له انه رجع اكيد هاي ينحسب له، ولكن انت الجزئيه اللي ممكن تحسن فيها من بعد ضربه الجزاء اللي يمكن يعني كسانيه يمكن من افضل لاعبين في المباراه، ولكن هالغلط ممكن كان يكلف الغرافه بشكل كبير خساره المباراه و3 نقاط. ولكن بعد الهدف زين تماسك الغرافه، رجع ترى الغرافه تحكم في المباراه 90 دقيقه من نفسه وما يبيها. ممكن 20 دقيقه والربع ساعه اللي صار من بين ضربه الجزاء وهدف الثاني. انت قاعد تتكلم عن اخطاء فرديه في الهدف الثالث والرابع، انما الفريق برجعته من 2-0 الى 2-2 شكل الفريق تغير. فبالتالي نفس ما قال ابو سعيد، قال لك اذا استمر على الشوط الاول ما راح يرجع العين، ولكن لابد انه يصحح. فريق داخل بطوله حامل لقب مفترض يكون وضعه افضل من اللي شفناه في الشوط الاول. مع ذلك يعني كان يلعب وفق استراتيجيه معينه واحترم منافسه بشكل كبير، هذا ولكن الشوط الثاني رجع ابو مرزوق، رجع من خطا انا اشوف خطا سانو اللي ارتكب ضربه الجزاء وهو رجع العين، لان الفريق كان ماشي الغرافه حتى كان افضل. بس كره ميته جاء منها ضربه الجزاء، بس وصل انا اقصد بدا يبني وبدا يوصل. بس ما في خطوره اكثر على المرمى. شوف المشكله ما في خطوره الشوط الثاني. واحد يا شباب، واحد نقطة مهمة جدا. احنا اللي نتكلم عن العين رجع، ترى من الاشياء الصعبة اللي اليوم تميز فيها الغرافة انه متقدم بهدفين ويعادلون النتيجة ويرجع يتقدم مرة اخرى. ترى العودة دي ترى مي مسألة سهلة شخصية، كون ان انت عندك حوافز ويتسجل فيك هدفين تسبب لك احباط. هذه النقطة اللي تكلمت فيها ابو عبد الرحمن. الحالة المعنوية ترتفع عند الفريق المقابل. انت كيف سيطرت على نفسك؟ هذا كان واضح من شخصية الغرافة من بداية المباراة. ابو عبد الرحمن، الغرافة لعب المباراة من بدايتها الى نهايتها بشخصية فريق يملك ادوات، كان عنده ثقة. والدليل على ذلك انه كان في توازن بين خطوط الثلاثة، كان مبادر، كان يهاجم، عنده شخصية. كان عنده فرصة كثير. هي اللي انعكست على الحالة اليوم. شوف انا بقول لك المشكله اللي واجهها العين اليوم حقيقه هي مشكله الدكه. الدكه ما فيها حد. العين انت بطل اسيا، شو الاستقطابات اللي جبتها غير سيكو بابا؟ سيكو بابا دخل اخر الدقائق، انت ما عندك راس حربه، كان عندك مشكله. حققت بطل اسيا بدون راس حربه، وكان عندك مشكله. مشت معاك اول سنه وعندك لابا مصاب. هل انت استقطبت حد بدال لابا؟ اليوم رحيمي تلعب براس حربه وهمي، اللاعب تعب ممكن محتاج تبديل. منو اللي تبدل؟ ما عنده حد في الدكه اصلا. اغلب استقطابات العين الموجوده
ما فيها حد راس حربة حقيقي ممكن يعوض غياب لاوا وغياب رحيم. مو بس ارجع اقول ان الغرافه كان مختلف واكثر من مركز صح، اكثر من مركز اكثر من مركز حاجه صحيح. اللاعبين يعني هم حققوا صح بطل اسيا السنه اللي فاتت، لكن مش العين اللي ممكن نقول السنه ذي بيروح بعيد بالعناصر الموجوده مع احترامي الكامل. اليوم الغرافه احنا تكلمنا امس ان الغرافه لو لعب باللاعبين اللي جو الاستقطاب الثلاثه يعني اول مره يشاركون في التشكيله وانسجام جاء ممكن نقول في 45 دقيقه وشوف النتيجه 4 ليش؟ لانه في شخصيه لاعبين داخل الملعب. صحيح. شخصيه اللاعبين اليوم بانت. لما نقول من امس نقول على الفرق اللي تفوز فروقات فنيه، اليوم شفنا ايش مسوي لاعيبه الغرافه. لما نتكلم عن ياسين ابراهيمي نعم. حتى اللاعب اللي اخطا صانع جول وسجل جول. صحيح. صح. هذه شخصيه لاعب. لما اخطي انا ابغى اعوض. هذه شخصية لاعبين ما تجي بسهولة. ناصر، أهمية الفوز اليوم بالنسبة يحتاجها بشكل كبير الغرافة، يعني في تذبذب في المستوى الفترة الأخيرة، نتيجة سلبية في أول مباراة في آسيا، أيضا خسارة في الدوري، حتى تسجيل خنسلو اليوم بالضبط. خنسلو يسجل أيضا اليوم وياخذ دفعة معنوية كبيرة، سجل هدفين اليوم. ضف إلى ذلك أن أنت اليوم فايز على حامل اللقب بطل آسيا، فبالتالي راح تعطيك دفعة معنوية كبيرة على مستوى الشخصية نفس ما قال عبد الرحمن، على مستوى الثبات الانفعالي بعد التراجع بالنتيجة والتعادل، أن أنت قدرت ترجع تقرب النتيجة. هذه جوانب جدا مهمة تصب في مصلحة الغرافة مستقبلا، مش فقط أنه والله 3 نقاط وخلاص. أنا وجهة نظري الشخصية أكثر لاعب تأثر في غياب العين اليوم يحيى نادر في وسط الملعب. هذا أنا بالنسبة لي كان موجود دخل جايب بس يعني مو دخل بديل لأنه هو كان مصاب، أصيب في المباراة الأولى وتم استبداله. ياسين إبراهيم اليوم عبد العزيز حسن سجل جول، تمريراته صحيحة بنسبة 90%، صنع فرصة، أكمل 7 من 8 مراوغات، استعاد الكرة لنفسه 5 مرات. هذا المتوقع منه، وهذا الدور الحقيقي بالنسبة لإبراهيم. احنا قلنا إذا سرع الرتم ما يبالغ في الاحتفاظ بالكرة، وزع مجهوده 1 ضد 1، اللاعبين الآخرين يحررون إبراهيمي، يخلونه دائما 1 أو 2 ضد 1، قادر انه هو يخلق فرص، قادر انه يخلق مشاكل. هذا ما شاهدنا الشوط الثاني. اهم نقطه وجهه نظر بالنسبه للغرافه، طبعا بارك لهم هاردك العين، اهم نقطه انه في هويه للفريق في رده الفعل سواء دفاعيا او هجوميا. شفناه لما يدافع الفريق ككل تحس انه هو منظم، بغض النظر ان دخول 3 وكان هناك في ثقل في هذه ال3 موجود حراسه المرمى وجدي وارون، لكن كان هناك في عمل من اللاعبين اكثر. في نفس الوقت الأهم أنه هو اليوم شفنا حل آخر بالنسبة للغرافة في ردة الفعل. اليوم سيدو في انتقدناه في أكثر من مباريات في الدوري، لا اليوم متغلب على نفسه، صنع هدف، هو مدافع وأحرز هدف، صح تسبب بضربة جزاء، لكن اليوم شفنا حل في حلول من اللاعبين في ردة فعل، وهي شيء جيد اليوم لما نشوف مدافع يخلق فرصه، يصنع فرصه ويسجل هدف. اليوم خسلو كان له تواجد، كنا ننتقده وين خسلو، وين لاعب ريال مدريد، وين امكانياته، لان ما في مني يدفع للامام داخل البوكس ويصنع له الكروسات. اليوم شاهدنا في كور، اي معناته اليوم لما تحط ادوات وتفعل ادوات وتنظمها هجوميا ودفاعيا، اكيد انك انت راح تخلق فريق له هويه له كاريزما. لكن الغرافه من وجهه نظري عند الافضل، والافضل اذا كان في انسجام على مستوى التنظيم دائما في 90 دقيقه. اذا خلى المساحه تكون له مشاكل. العين لو لعب بعد الهدف الثاني متواصل على التنظيم الدفاعي والتحولات كان يخلق مشاكل للغرافه، لكن الغرافه رده فعله كانت اسرع، قدر انه يستوعب الهدفين في الدقائق ال70 يعني. يا ريت يجيب لنا بس الهدف الاول مال جاسم. اول شيء مبارك ابو محمد، فهد يستاهل. الله يبارك فيك. اليوم الغرافه كانت الرغبه عندهم اكثر، يبون يعوضون المباراه الاولى ويبون يعوضون ظهورهم في الدوري. اليوم ترى الشيء اللي صار في المباراه يعني اوكي، العين مش هو العين اللي عرفناه في اسيا بامانه. الحين في مباراتين لازم يعرف العين انه عنده نقطه البطل، والمباريات ابو جاسم كل ما تيها تصعب. المباراه الجايه مع الهلال يعني ما في شيء مضمون والله تقول لك والله البطل ما بلعب انا بصعد. لازم يكون في جهد اكثر، لازم يكون في تركيز على هذه البطوله، ان العين اليوم ما يمثل نفسه، يمثل الامارات، يمثل الجمهور، الناس كلها جايه. اكيد العيناوي زعلانين، بس اكيد الامارات اليوم زعلانه على هذه النتيجه، لان هذا البطل متوقعين انه يكون ظهوره افضل في المستقبل.
اليوم مباراه يعني العين نعم كان متاخر ب 2-0 وانتم سالتوني قلت لكم العين ممكن يرجع، وهذا اللي صار. هني بقت هني 50-50، واللي صار ان الغرافه قدر يسجل الهدف الثالث، ولا ممكن كان العين يقدر استغلال فرص. نعم استغلال فرص والاخطاء. فاللي نتمناه ان شاء الله بامانه احنا نتمنى كل فرقنا الخليجيه هي تصعد، لكن ما يستوي العدد، احنا نعرف انه في 8. مبروك للغرافه، لكن على فرقنا كان العين ولا الوصل الظهور افضل في الجولات الجايه، كل ما تجيها الجولات الحين بتكون اصعب، ومباريات فيها مباراه واحده يا برا ملعبك يا في ملعبك، فكل حتى المباريات اللي في ملعبك مش بتكون مباريات سهله. يمكن تواجه الهلال فرق قويه، خارج ملعبك انت تتوقع تقول والله انا فريق رايح بفوز اليوم، تنصدم ان الفريق يكون افضل عنك في كل شيء. فاللي نتمناه الجولات الجايه ان شاء الله ان العين يكون شكله افضل، نشوف العين اللي كان يلعب في اسيا اللي الناس كلها وراه وحقق شيء كنا يعني احنا نطمح له. فهارد لك للعين ومبروك للغرافه ومبارك لكم اليوم. يعني ايش تبي تشوف الجول الاول حق العين؟ الجول الاول انا صراحه الجول الاول انا ما احب اشوفه، نوعيه هاي من الاجوال ما احبها. تقصد ضربه جزاء؟ ما احبها صراحه. تشوفها ما تحب؟ وصارت كذا مره وانتم اظن اللعيبه وتعرفوا شو معناتها هاي كلها. هاي الجول الاول بسيط؟ لا الجول الاول العين اللي من ضربه جزاء اللي لعبها من ضربه جزاء. البلنتي ضربه الجزاء المفروض يكون لان انت اصلا خسران، المفروض تكون فيها جديه اكثر، وشفنا مدربين وايد اذا شاف لاعب سوى نفس الحركه قصدك يسحبه. اي صح. هاي مو وقته انت تسوي لي هاي ورايح لي. شوف تفضل لو ما تسجل شو هذا يعني ما فهمت انا. لا انا يقصد ظاهر يمكن عشان حرمته ولا شيء بسيط، مش عشان شيء. النحام نعم لانه ما في شيء سلبي، لانه في بتبين بسيط يعني عشان نكون حقانيين. لا ما في مشكله، بس احنا نقول على الضربه عن طريقه التنفيذ. بس بسعيد هل المدرب يعرف ترى على فكره هاي ضربه فهد ضربت في الارض ترى. انا عارف بسعيد ممكن الحارس المدرب مو هو عارف انه بسعيد انا اقول لك تنرفز، انا ضد هاي الحركه بامانه، خصوصا اذا انت خسران 2-0 تبى اللاعب يكون سيريس لازم يشوط صح لانك انت ما تعرف. صح بس ها في بعض اللعيبه تعرف البرازيليين ولا انت هل المدرب ولا اللعيبه بيتوقعون اللاعب يشوت بهالطريقه؟ كريسبو لما كان لاعب يسويها قبل جرب هذه شليب كان يسوون شيء بعد ما كريسبو انا الوحيد اللي بدا هذا بيرلو وزيدان بس بالاخير تسجلت وما سجلت ولا ورد الفريق تعادل 2-2 يعني مش انها ضاعت بسعيد. بس انا كل ما اتفق مع ابو سعيد ان البلنتي يوم يجيك تكون جدي فيه. نعم تكون جدي، تمرينك مباراتك نفس الشيء، نفس ما تمرن تنفذ المباراه. لنادي الغرافه الف مبروك، حقيقه اداء ممتع اليوم، الواحد يشوف مباراه يشوف فريق من الوطن قاعد يلعب بروح قتاليه عاليه وتجهيز عالي، وان كان يعني الفريق مطعم ب3 لاعبين في الفتره الاخيره، لكن قدر هذا الفريق انه يتاقلم بشكل سريع، لان احنا هني كنا نعول بشكل كبير على موضوع الخبره عندهم وبحكم انهم محترفين، وبالفعل اليوم قدموا مباراه رائعه بالنسبه لنا، ونقول الحمد لله رب العالمين على الفوز، الف مبروك لنا، ونقول هارد لك نادي العين الاماراتي. ناخذ ردود الفعل بعد المباراه. Congratulations on the win tonight. How does it feel to score for the first time in the AFC Champions League Elite? Hi, good night, everyone. I'm very happy because we need this win. It's not important today about the goals. I'm happy because I score, but the important today is the team because we lose the last game in the league, and I think we deserve other thing. And today we must to show how we are the team in playing together, and that is the point. I think we play well. We scored 4 goals in front of our fans, and I'm happy for that. You scored twice, but this was a tough game. Why was it so difficult to seal the victory? We play against a very good team. They win the Champions League Elite last season. We know the game was so difficult. We prepared the game so well. The coach give us the points to win this game, and that is the point. We work and we prepare very well this game. We know how they play, how quality they have, but I think we have the best game today until this moment, and we are very happy for that. Congratulations. Yeah, thank you. John, كيف تلخص مباراة اليوم؟ الحمد لله على كل حال. مباراة كانت شوية صعبة. رجعنا في المقابلة من أخطاء اللي لازم نتفاداوها في المقابلات الجاية. مازال عندنا 6 مقابلات، نتمنى إن شاء الله أننا نزيدوا نركزوا شوية في الآسيوية، لأنه مازال الكرة في رجلينا. قدرتوا تعادلوا المباراة ورجعتوا خسرتوها، ليش كان في مشكلة تقدروا تعملوا كنترول على المباراة؟
اذا تشوف من اول مباراه كنا شادين المقابله مزيان، من ركنيه، من اخطاء فرديه كنتحملوا المسؤوليه ديالها كاملين، هي اللي شويه اثرت علينا. لكن الحمد لله مازال كما قلت عندنا 6 المقابلات، كنبغيو نشكروا الجمهور ديالنا اللي حضر، وان شاء الله نعاودوا ان شاء الله في المباراه الجايه ان شاء الله. السؤال الاخير قبل ما انا اغلق ملف مباراه الغرافه ونادي العين، قيموا لي المحترفين عندنا اليوم، الناني على خسلو على اساس كلهم. خلينا نبدا من الحارس. يكون اضافه كبيره وجسمه ومقوماته مقومات حارس مرمى كبير. سيرجيو ريكو صد الكورتين جيدات، ممكن يسجل عليه الهدف من خط 6 ما يستحمله، ايضا ركله الجزاء. لكن عموما هو كان جيد في المباراه وعنده حضور بشكل كبير. نرجع حق كان عندنا في خط الدفاع كمحترف موجود كان ناني اليوم عنده انضباط وعنده هدوء، لعب بانضباط عالي وبهدوء كبير وتركيز عالي، لأن تقريبا هو مش متعلم على المركز، ما يلعب كثير مع ديسانو، ما يلعب مع الكوري بمباراة. اليوم الكوري غايب عنا، يلعب مع سيدو ساني. عموما اثنين رجلهم اليسار واثنين رجلهم اليسار، يعني كنا متخوفين منهم وهو باليسار. فهذه ايضا غريبه في كرة القدم، خاصة قلب الدفاع. نعم. نجي في وسط الملعب، ثلاثي وسط الملعب طبعا محترفين. نتكلم عن ارون اللي لاعب محور دفاعي وعمل اضافه كبيره للدفاع، وكان هو خط الدفاع الاول لقلبين الدفاع حقيقه. كل كره يقطعها جيد، يسمح لساسي ودياز التقدم، اعطاهم حريه للتقدم. لذلك شفنا الزياده العدديه في الهجوم من خلال دياز وساسي مع الثلاثه المهاجمين. لذلك ارون اليوم عمل يعني اضافه كبيره في خط وسط الغرفه. دياز اليوم كان نشط، شاب صغير حماسي، يقطع الكره الثانيه، يلعب بقوه، الالتحامات دائما يفوز فيها. ساسي حقيقه غني عن التعريف، عنده القياده وعنده السيطره وهذا مهم. لاعب عنده القياده والسيطره متوفره في ساسي، في كل كره هجوميه هو وراها، كل كره هجوميه سواء من اليمين او اليسار ساسي خلفه، وهذا يعني يعزز الهجوم. خوليو كراس حربه اليوم سجل هدفين، وهذه لعباته. يعني لو لاحظنا الهدفين كلها سجلها تقريبا في خط 6. احنا شفناه مع مدريد او حتى مع منتخب اسبانيا، كله دائما هو ينتظر الكور ويخلصها على طول. سجل هدفين، اعتقد ايضا تعزز مكانته في كمهاجم. خوسيلو رقم فارق يعني. نعم فارق. ابراهيمي هذا ابراهيمي الدربلينج عنده، لو تحط 3 4 5 ياخذهم باليسار وياخذهم باليمين. واحسن ما في ان ابراهيمي لما يعمل دربلينج ما يعمل دربلينج في مكانه، كله على الامام، كله متقدم ويدخل قطري على المرمى. وتسجيل الهدف الرابع ومتابعته يعني بهذه اللياقه وبهذه السرعه وانقضاضه على الكره، هي تحسب لابراهيمي. صحيح الكره لو في يمكن لو غير ابراهيمي ما عنده قراءه اللعبه ولا توقعها ولا سرعته تحسب لابراهيمي. كومان اليوم افضل مباراه من جيل غرافه. كومان صنع هدفين، مشاغب، لعب اليوم لعب جناح يمين كلاسيكي عكس المباريات السابقه، ساعات يلعب تحت المهاجم او بعض الاحيان يروح يسار مع ابراهيم. اليوم لعب كلاسيكي يمين، مع انه هو ايضا مع منتخب رومانيا في اليسار. قدم كل واجباته في يعني اذا نقول 10 على 10 في واجباته الهجوميه حقيقه في وسط الملعب. تكلمت عن وجدي حقيقه احنا وجدي في النواحي الهجوميه واضح ان اللاعب ما اكتملت لياقته، لذلك ما قام بالادوار الهجوميه. لكن كدور دفاعي ولا هجمه من ناحيه وجدي كشريده. قوي دفاعيا، تفاهم سريع مع خط الدفاع، دائما غالق المنطقه، لكن هجوميا ما اعتقد لياقته سمحت. لذلك المدرب استبدله في الدقيقه 80 او 75 لعدم جاهزيته البدنيه، لكنه واضح انه لاعب واعد وعنده اكثر من على فكره على كومان في 14 تمريره صحيحه فقط قدر انه يصنع هدفين و3 فرص ثانيه. نعم سجل صنع هدفين. نعم. وحتى ابو جاسم حتى نتكلم بمحمد عن هاي، حتى في الادوار الدفاعيه اليوم ابراهيمي وكومان كان لهم ادوار دفاعيه بشكل كبير. صحيح. اليوم لو تشوفوا مع ابراهيمي متى يقطع 5 كور في المباريات، يمكن الاحصائيات قلتها من قبل شوي. اليوم يبين الواجبات الدفاعيه اللي قاموا فيها والمساندات لهاي اللي شفنا الغرافه بهاي الشكل. اللي فرق انا وجهه نظري خالد، اللي فرق ارون في وسط الملعب اكثر شيء، وحارس المرمى اللي عطى ايضا ثقه للفريق، وخصوصا في تغطيه المدافعين في الكرات الطويله. طلع في كره او كرتين غطى دفاعه.
ما كانت موجوده يعني شوف ريكو ابدع كحارس الغراف بصراحه حقيقه. لكن قلب دفاع خالد شكل ساديو ارتكب عليه صح ركله جزاء مش مقصوده، لكن صنع هدف وسجل هدف. لا انا اتكلم عن الاضافه ابو محمد. تتكلم عن قلب دفاع. لا ما اتفق مع سانو نعطيه حقه يعني. نعم يعني يا ليت يشوف اللعب مش التمريره ومراوغته، مش لاعب قلب دفاع، كنا مهاجم يلعب باليسار، يعني يراوغ باليسار وخذها باليمين وعكسها. شوف الان اللعبه هذه بيلعبها له وين كان موجود. لا هاي الهدف الجميل. الهدف الثاني في لقطه جميله في اللقطه هذه، هو زعلان عشان ركله الجزاء. خوليو يقول له ابتسم خلي يا ليت هاي. شوف خالد حتى بيحرك وجهه بيقول له ابتسم. شوف لحظه بعد بيفتح الحركه المعروفه. شوفها دلوع يقول له افرح ابتسم ما في فايده. بس محمد هذا شيء زين انه حاسب المسؤوليه. حاسب المسؤوليه حقته تحسب، لكن خساره فريق لانه لاعب مباراه زينه بعدهم. خلينا نشوف صناعه الهدف. من افضل المباريات هذه لعبها صناعه الهدف غير الهدف اجمل. صناعه الهدف خالد ياخذ باليسار ويراوغ الظهير بالجهه اليمنى. هذه شوف هدوء ومش اي لاعب بارك معه بياخذ على اليسار وبعدين بياخذ على اليمين وبيعكسها باليمين. جميله حق خوسيلو توقع احسن من خالد عيسى، توقع قرا الكره قبل خالد عيسى. صح تحسب لخوسيلو. لا شوف مره ثانيه حق سانسوني حقيقه. يعني شوف الهدوء الكنترول، ياخذ الكره خلى اللاعب في خلفه وبعدين اللاعب بعد يتفوق عليه ياخذ يسار ياخذ يمين. يا شباب بس ترى سيدي اليوم صنع جولين مش جول واحد، الاول والثاني وسجل الثالث. صحيح. يعني هذا يعني عوض نجم المباراه. لا اليوم نجم بغض النظر عن التفاصيل. طيب ما تكلمنا هذا نجم المباراه. ما تكلمنا عن سيف الدين فضل الله لاعبنا خالد. سيف الدين من اللعيبه الممتازين ظهير، ولكن من وجهه نظري يبيله لازم سيف يركد شويه، يعني من خاصه من ناحيه اليوم مدرب يمسكه يعرف شلون تحركات لاعب صغير قاعد يلعب. شفناه مع المنتخب الاولمبي طلع بصوره جيده، اليوم قاعد حتى في ظل وجود المحترفين، ولكن الغرافه عارفين ان سيف عنده الامكانيات ما جابوا محترف في الظهير اليسار. لان من اللعيبه اللي جيدين ونتمنى من سيف الركود اليوم في الملعب وراح يطلع ان شاء الله خامه كبيره. يعني خالد اي كشاف لكره القدم يشوف سيف يعرف انه عنده امكانيات، بس شكل ما قال كابتن يحتاج عمل كثير، انضباط المدرب يشتغل عليه في العكسيات، في العرضيات، في التكنيك، في الواجبات. يعني يحتاج الى عمل ولا يعني حقيقه يعني ها قدامهم الان المفروض المدرب يشتغل عليه. اي كشاف ياخذه. طلبت تبي تقول شيء فهد ولا خلاص؟ انا بامانه احنا اثنين على جانب، بس اليوم ترى في نقطه ابو جاسم. اليوم اللاعب البديل عشان اخواني اللعيبه المواطنين اللي يدخلون اليوم، ترى انت ممكن تلعب 10 دقائق ربع ساعه تكون فعال للفريق وتساعد الفريق. بامانه تغيير احمد اليوم ترى ساعد الجانحي صح. نعم لاعب اساسي هو. انا بامانه من ان هذه رساله. ترى اليوم انت مو شرط تلعب 90 دقيقه، ممكن يدخلك المدرب 10 دقائق. اي لاعب بيكون اساسي، هذه اللي كانوا اللعيبه كلنا بنكون اساسيين. بس اذا انت حطك المدرب احتياط ودخلك، هني انت ترد على المدربين وتثبت نفسك. اليوم تعمل الاضافه. نعم اليوم لما انت تلعب في هذه البطوله والنخبه وتثبت، هذه تفرق معاك كثير. انت ممكن تبرز في الدوري، لكن اول بديل للمدرب للمنتخب للشهره لكل شيء. فانا احيي احمد واحيي ظهوره حتى يوم طلع يتكلم بطريقه ايجابيه. بالعكس احنا هذا اللي نباه. نعم هذا اللي نباه من اللعيبه المواطنين. انك انتم مع الاجانب لعبت ربع ساعه سوي واثبت، ممكن ربع ساعه تكون فعال اكثر عن ودخل في وقت حرج ونتيجه صعبه. نعم هم اثنين يدخلوا في وقت. فهاي النقطه لازم نركز عليها. اصنع الفارق لما تدخل اصنع الفارق. هذا موجود، هذا اللي مطلوب منك. نعم احمد كان مصاب وتو راجع من الاصابه بعد. الله يشفيه ان شاء الله. اوكي مبروك الغرافه مره ثانيه ومبروك للجمهور. انا اعتب على الجمهور اللي حضر في استاد البيت. الله يعني اول شيء نقول كفيتوا ووفيتوا بيض الله وجهكم، والحمد لله طلعتوا فرحانين مع فريقكم الغرافه، هذا شيء طيب. ولكن انا كنت متوقع، انا عارف ان استاد البيت 60,000 متفرج واكثر، لكن كنت متوقع اكثر للامانه. كنت متوقع ان احنا راح نوقف مع فريقنا، كنت متوقع ان رابطه الانديه بشكل عام كلها توقف مع نادي الغرافه، خصوصا اليوم عندنا مباراه واحده لفريقنا في الدوحه في قطر، فما يمنع ان احنا اليوم نروح لهم ونتعنى ونوصل لهم لين الخور ونكون معاهم. وشكرا للاعبين الغرافه، عدد بسيط من الجمهور لكن لاعبين الغرافه قدروا الجمهور وراحوا لهم وحيوهم. وعندنا رساله صغيره بس حق اخواننا في اتحادنا او رابطه الدوري المحترفين عندنا مع الاتحاد الاسيوي لجنه المسابقات. بس اذا سمحتوا يعني واحد سائل ليش الساعه 9 في الليل المباراه؟
فريقين خليجيين متعودين احنا نلعب الساعه 6 ونص 7 خلينا نقول، لان يعني الواحد يحسبها يقول لك والله الساعه 9 في الليل المباراه عندنا في قطر، احنا مش متعودين، احنا عندنا دوامات، عندنا التزامات، عيالنا مدارس، فهمت شلون؟ فكان يفضل يعني ان المباراه تقام الساعه 7 مساء. احنا عارفين ان في جدول مباريات وفي التزامات ونقل مباشر وكذا، لكن احنا نقول ان بعد احنا لابد ان نعطي الوقت المناسب حق الجماهير بحيث انهم يحضرون. صح. حتى حق الغرب في غرب اسيا متاخر عليهم المباراه. اي غرب اسيا الفير. ابو محمد الامارات الساعه 10 يعني بعد الساعه 10 لا غرب اسيا الساعه 2 عندهم واحده. الامارات الساعه 10 في الليل. لا غرب اسيا ادري شرق اسيا. طيب الى مباراه الهلال ونادي الشرطه. نادي الهلال يمشي واثق الخطوه، من افضل الفرق حاليا عندنا في اسيا، فايز في مباراتين متتاليتين، النقاط 6 نقاط، لاعبين كل مباراه ورا مباراه قاعدين يحققون الكثير، من الدوسري الى متروفيتش. اليوم فازوا بنتيجه 5-0 على نادي الشرطه العراقي في الرياض وفي استاد الامير فيصل بن فهد. ونقول مبروك حق ناصر الشمراني. الله يبارك فيك ابو ياسر. ومبروك حق محمد سويلم. يبارك فيك. تفضل ناصر. اول شيء احب ابارك الجماهير الهلاليه اللي متعوده دائما على الفوز. ولد هذا حقيقه. انا تفاجات امس انه اخوي احمد سعيد قال في مفاجاه الشرطه. تمام. فلازم تكون عاقل اوقات. هي هاي المفاجاه طبعا. انت اول 10 دقائق جايب جولين. هاي المفاجاه خلصت على طول. ما قلنا بسم الله تونا نبطل نشرب ماي، الجولين انت مسجل الهلال. احنا نطلب منك تفتح الجنطه تطلع لنا مفاجاه. حبيبي المفاجاه شفناها. طلع لنا ارنب. شنطه الاسرار هذه اللي خاشها نبي مفاجاه. المباراه بصراحه كانت من طرف واحد. نعم. الهلال متسيد من اول دقيقه لين اخر وفي نقطة قالها أخوي فهد اللي هي البدلاء. يعني نشوف صح البدلاء اللي نزلوا حتى لاعبين الهلال. ناصر الدوسري سجل جول، نزل كنو سجل جول. من أمس احنا قلنا لك نفس سبحان الله. هنا الفوارق، عارف لما ينزل اللاعب ويبغى يقدم ايش الإضافة. يعني لما تتكلم عن كنو لعيبة منتخب ولازم يلعبون اساسيين، لازم يلعبون. يعني لما تتكلم عن لاعبين تنزل تعمل لك الاضافه، زي ما امتدحنا الجانحي حتى الشباب ذولي ما قصروا، اعطوا الاضافه للفريق ودائما مكملين لبعض. حرام صراحه انا اقول لك يعني ابو جاسم الهلال فاز ونقول له مبروك، بس النتائج صراحه ما هذا قدرك. صح، هذا قدرك انك تشارك. لا سعيد شو النقطه؟ احنا تكلمنا في ايش؟ ناصر يعني في النخبه، اذا بنشوف هذا دوري النخبه، اذا بنشوف كل يوم 5 و4 و5 يعني حرام، مش من مستوى البطوله. بس انت قاعد تتكلم 5 و4، تتكلم عن 4 الغرافه 4 واليوم 5 واليوم 4 والبارحه ما ادري 5. وش تسوي؟ شو هالنخبه هي؟ هذه نفس الشيء ابو سعيد. حتى في دوري ابطال اوروبا لو تشوف اليوم النتائج 4 و5، هاي كره القدم في فروقات بين فريق وفريق. بس انت تتكلم عن للهلال يا اخوان، يحسب للهلال. ليش ابو سعيد الغرافه الاسبوع اللي فات كان المركز الين امس المركز 11 الاخير خسران، اليوم الغرافه المركز السادس. بس انا عفوا حق احمد السعيد، يعني اليوم مثل الهلال فريق لا يعلى عليه، صح؟ صحيح. نخبة النخبة فيه، صح؟ ومرشح انه ياخذ البطولة دائما، صح؟ فريقك العين فاز عليه، صح ولا لا؟ صحيح. الادوار بعدين صح ابو جاسم، الوضع يتغير، التفكير يتغير. ابو سعيد حط في بالك شغلة، جهز نفسك حق كل مباراة والعب 11 رجل ب 11 رجل، لا تقول شوف انا ما يعجبني بصراحة اللي يقول والله هذا امكانياته احسن امكانياتي، انا العب وقاتل صح واسوي اللي علي. دائما احنا نقول فوز عند رب العالمين، بس العب يا احمد، صح؟ هو عنده امكانيات، عنده لاعبين، عنده نجوم. انا اقصد خالد وعزز بس انت لا تقعد شوف، لا تقعد تتكلم بلغه الاستسلام. والله انا منافسي اقوى مني، يبقى انت ضعيف. لا تروح تقول لي ما بيلعب. هذه روح الانهزاميه، هي قضيه قدرات خالد. انا ما اتكلم عنها الحين، رحت لي موضوع ثاني بشكل كبير. يعني انا اتكلم حبيبي ان زادت يا خالد، زادت الاربعات والخمسات. في فوارق حتى باوروبا نشوف نفس الموضوع، في انديه لا مش كل يوم هاي 5 حسن، يومين نسمع 4 و5. بس على فكره في انديه عندها محترف، بنقول كلمتين. الشرطه اليوم عنده محترف واحد بس كلمتين يا ايوب. لا تسعى. هذه 12 نادي، وال 12 نادي بيتصفون حبيبي، بعدين تعال بيروحون الى 8 و8 بيروحون الى 4
وبيصير عقب هذا الاشتباك اللي بين الشرق والغرب في كرة القدم هنا بتعرف صحيح صح في واحد جاسم صح. بعدين في نقطة ابو سيد، ترى اليوم مرات الأربعة ترى يوم انت تكون خسران شو بتسوي؟ ما بتفتح الملعب يا حمد. اليوم العين فريق قوي وبطل آسيا، يوم خسران 4 شو يسوي العين؟ يبي يهاجم، ممكن كانت تزيد النتيجة صح ولا لا؟ شيء طبيعي مرات في المباريات الفريق الخسران هو يبي يسجل وبتصير الاغلاط ابو سيد. نعم. انا بتكلم عن الهلال خالد في جزئيه مهمه جدا، احنا تكلمنا عن الاحترام وهذا نعتقد ان صفه موجوده في شخصيه الهلال هذا الموسم. اعطيك مثال بسيط جدا، صداره محليه لدوري روشن بدون هزيمه بعلامه كامله، وصداره اسيويه ايضا. تخيل في 10 مباريات مسجل 30 هدف في كل مسابقات بمعدل 3 أهداف في كل مباراة. فريق ما في حيلة مثل ما قلنا احنا أول. احنا لما نتكلم عن فريق مثل الهلال مدجج بالنجوم، أنا أتكلم عن نقطة ذكرها ماجد أنه قال مستقر. الاستقرار اللي كان موجود عنده المثالي الموسم الماضي عززوا السنة هذه بإضافة 3 لاعبين، كانسيلو وليناردو والظهير الأيسر لودي. فمثل هذه العناصر صنعت الفارق. يعني أنت اليوم تشوف اليوم الفريق إيش يعمل؟ يقرأ الخصم اللي أمامه، لودي عادي شوي وبالتالي يتعامل بجدية. في أي مرحلة من المباراة ينخفض مستوى المعدل البدني لأنه المعدل الفني عالي جدا. أبو عبد الرحمن يعمل تبديلات من خلال البدلاء اللي يعملون إضافة، كون أن البديل لاعب أساسي في المنتخب السعودي. ترى في ركائز أنا من وجهة نظري يعني بختصرها لكم. الهلال إذا أنت تتكلم عن مشروع الرياض السعودي، فأنا أقول لك أنه الهلال هو البراند حق هذا المشروع اللي فعلا جالس يقدم صورة متميزة واستثنائية على مدار تاريخ كرة القدم السعودية. والنصر المشاركات والآسيوية، ونتمنى كذلك أنها تكون بإذن الله تعالى أيضا امتدادا للمشاركة العالمية كانت في المغرب. نفيز هو مفتاح اللعب اليوم في الهلال. خالد أنا معجب جدا في هذا اللاعب، لاعب يملك قدرات هائلة جدا، عنده شخصية قيادية. وأنا ذكرت أمس وقلت أنه كنت أتمنى أنه مثل هذا اللاعب، أو يتمنون الأندية حتى المنتخبات. صحيح. لاعب قائد يملك قدرة على التنظيم وأيضا التطوير، وهذا واضح من خلال تنويع اللعب سواء في الأطراف من خلال الكور الطولية يلعبها في المساحات للاستثمار للسرعات اللي موجودة عند اللاعبين. أضف إلى ذلك أيضا من الأشياء المهمة أنه يعطي حافز للاعبين أنهم يدعمون في الأمام وأيضا يوجهون في العودة للخلف ليعمل توازن ما بين الخطوط الثلاثة. لاعب يعني حقيقة استثنائي. ثقيل. أنا أقول نفز هو شخصية الهلال هذا الموسم. لاعب عنده انضباط عالي، ورمانة الهلال، وتعاون مع زملائه، عنده حلول سواء في التنوع البناء من الخلف، أيضا حتى من خلال التمرير الطولي المباشر اللي يخلق فرص للأظهرة حتى أنهم فعلا يتواجدون في عملية التسجيل. حقيقة شخصية متميزة. اللي أكثر منها تميز هو المدرب. مدرب قوي جدا، عنده قدرة وعنده شخصية، قادر أن يتحكم في شخصية سلوكيات اللاعبين داخل الملعب. نجوم كبار، لكن المدرب هو المسيطر على المشهد داخل الملعب بشكل كبير جدا. وأنا أعتقد أن هذه انتقلت بحالة إيجابية لفريق الهلال بشكل عام، وهذه النتائج أنا أعتقد أنها مؤشر ودليل أن الهلال هو المتميز هذا الموسم. استقرار وهذا كله له دور وما نختلف، بس برضو يعني عشان نكون واقعيين أكثر اليوم، نحن قاعد نلعب ضد الشرطة، يعني مع احترامي للشرطة فريق أقل من عادي. يعني من يوم بدأت المباراة لين انتهت هو جالس ملعبه. لعب مع الريان، تمام، أنا لعب مع الريان، بس أنا أتكلم إنه اليوم لعب مع النصر في السوبر. منو؟ الهلال. اي انا طيب هذا الفريق نفسه. لا الهلال فريق ثابت في الشرطه اليوم في المباراه. لما نتكلم احنا ما نبالغ، احنا نعطيك لا احنا ما نبالغ في واقع. ليش انت تقسته على الهلال اليوم الهلال ناصر كلامي مش الشرطه. تكلمت عن دوري، تكلمت عن اسيا، وذكرت لك النتائج. 30 هدف تخيل في 10 مباريات. ابو عبد الرحمن فريق ما في حيله يعني. والله انا ملم بكل شيء ابو عبد الرحمن، بس انا من مساله المام. ترى على فكره المشهد الهلالي واضح لكل الناس جيد، يعني. اعتقد انه واضح للجميع يعني. إيه؟ انا اتكلم انه اليوم احنا نتكلم عن مباراه الشرطه اليوم، مباراه الشرطه. انا تكلمت بشكل عام. لا انا خلينا ممكن اتكلم عن الشرطه، انا ما اتكلم بشكل عام، اتكلم عن مباراه اليوم. مباراه اليوم يا ابو عبد الرحمن اللاعبين لعبوا اليوم انا اقول باقل مجهود بصراحه. ما عندهم اجانب الشرطه. ما اتكلم اجانب، ما حد قال لك تشارك في ذي البطوله. اجنبي واحد يا اخي، لاعبين ضد اجنبي انتم 20 واحد. لا تشارك في البطوله، جد اكلمك اذا عندك اعذار زي هذه لا تشارك في بطوله قاريه بالشكل ذا صراحه.
اذا انت بتشارك وتقابل الهلال وكل معليش يا ابو سعيد، تطلع في كل مباراه الهلال يقابل فريق تيجي تقول انا ما عندي لاعبين ولا ماني جاهز، الهلال يروح يلعب وين يعني؟ يلعب في دوري ابطال اوروبا؟ ناصر كلامنا امس صح ولا لا؟ مختلف منكم ايضا، لانه قلت انه الشرطه فريق صعب. احنا قلنا فريق ابو عبد الرحمن، قلنا فريق يحترم صح؟ امس قلنا يحترم ابو سعود، بس ما قلنا صعب. ضربته مثلا انه قلت وهذا تعادل مع النصر منافس الهلال في الدوري ابو عبد الرحمن. مش على فكره انت لازم تكون واقعي، النصر ما فاز على الشرطه هناك، صح ولا لا؟ النصر مش في مستواه، انت لا تربط اجل متى بيصير في مستواه؟ انا اتكلم مستوى الهلال، انا اتكلم يا ابو عبد الرحمن اذا تتكلم مختلف. احنا قلنا هو مختلف، بس قلنا على الهلال ايش؟ احترمه الشرطه، احترم الشرطه صح؟ لا لازم قبل المباراه بعدين ما تعرف شو يصير. والهلال احترم الشرطه من الشوط الاول 3-0. الهلال يحترم كل الفرق، هذه شخصيه البطل. لا احنا نتكلم انه احنا ضربنا مثل بمباراه الشرطه والنصر، هذه الشخصيه وهذه المعطيات اللي جالسين نشوفها اليوم. الهلال متميز ومختلف عن كل الهلال فارق مع عن الكل، مع احترامي الشديد لها، لكن هو مختلف، جالس يقدم صوره على ارض الواقع. اذا سجل جول عنده شغف ونهم حتى يسجل حتى المعدل 10 اهداف. شوف عبد الرحمن لو سمحت، احنا نبارك حق ناصر، نبارك لك الفوز الكبير والصريح والمستحق ومش غريب يعني، متوقعينه من امس. احنا قايلين فرق كبير شاسع بين الهلال والشرطه، هارد لك للشرطه على كل. العمل الهلال حقيقه واضح انه وراء اداره كبيره، وراء اداره كبيره 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 دفعت الملايين واختياراتها صحيحه، يعني على ضخامه وقوه فريقها الموسم الماضي اللي كان ينافس وطلع يعني عدم التوفيق ما وصل للمباراه النهائيه او قبلها. لكن واضح ان هناك في عمل كبير، يعني يجيبون كانسيلو في الظهير اليمين، ويجيبون لودي البرازيلي في اليسار، وليوناردو تحت المهاجم، تعزيزات قويه حقيقه، وحارس كبير مثل بونو، يعني فريق ضخم، فريق ضخم اكبر من امكانيات اسيا حقيقه. الفريق هذا شكل ما قال ناصر اكبر من امكانيات اسيا، يعني اسيا هذه اعتقد هو الفريق الافضل والابرز، لذلك وراء اداره كبيره وراء عمل كبير. بدل ما نشكر على اللاعبين كثير ونمدحهم حقيقه، اذا بنمدح الاداره، وراه عندهم نظره كبيره واستراتيجيه كبيره، وبناء فريق بهذا الشكل يحتاج الى جهد ونظره فنيه واموال كبيره تدفع لها، ولذلك الهلال كل هذه العوامل توفرت في الهلال. الان نشوف الهلال هو الافضل بلا منازع. ترى وانت في النائب محمد تتريا اخر شيء انت اوكي الحين كبدايه الهلال الكل يثني، وانا اتفق مع ابو عبد الرحمن، بس ترى اخر شيء هي في تتويج البطوله. ترى لين الحين نعم النصر مش في حالته، الاتحاد مش في حالته، لكن في بطوله الدوري ما انحسمت. اليوم في اسيا الهلال هو في البدايه هو احسن فريق بامانه، في الجولتين هو احسن فريق، لكن ترى مثل ما قال ابو جاسم في بعدين في تصفيات، في هناك في امور. شوف انت اذا طلعت هني كل هذا الكلام ممكن يروح، صح ولا لا؟ لانك انت مستمتع، لكن انت ابى البطوله. الان احنا الجوله الثانيه شفنا كل فرق اسيا لها مباراتين على هذا الاداء، يعني ما شيء ما يجوز ان ما نعرف نقرا الفريق الجيد من عدم الجيد. لا صح، لا محمد اتفق معك، واضح الفريق واضح. لا هي الفرق. شوف ابو محمد على الشغل الاداري في الهلال فهو شغل فوق ما الواحد يتخيل. واضح يعني يشكرون على الشغل اللي قاعد يقدمونه، زي ما نمتدح المدرب دائما. الصراحه الشغل الاداري فارق. شوف ناصر، انا اشوف في الهلال يعني الفتره الاخيره اخر تقريبا 2-3 استقرار بشكل كبير، واختيارات موفقه في الاجانب، يعني ما في محترف يجي اجنبي في الهلال وتقدر تغيره بعد 6 شهور، لا يستمر معاهم ويقدم مستوى كبير. هذه الفتره الاخيره اللي شفنا الحين استقطاب يعني 3 لاعبين اجانب وقاعدين يقدمون مستوى كبير. نشوف الفوارق اللي حتى في الدوري السعودي او في دوري ابطال اسيا اخر تقريبا 2 إلى 3 الهلال ثابت والانديه قاعد تتغير معاه حتى اللي توصل معاه، لكن نشوف المستوى وهذا الاستقرار اللي يتكلموا عليه الشباب. مدرب قوي، تكلم ابو عبد الرحمن، المدرب شخصيته قويه، اذا سيطرت على غرفه الملابس انت قدرت تحقق الانجازات، وهذا اللي صاير في نادي الهلال الفتره الاخيره. يعني الهلال للامانه مستواه انا اشوفه عالي وبشكل كبير الفتره الاخيره، يمكن من افضل مستويات اللي في اسيا. 7 اللي قاعد يتكلم عنها. والحين فيدي يتكلم، احنا قاعدين نشوف سلتك مع دورتموند 7-1. لحظه وبرشلونه فايز 4 يعني 5 كلام لك يا برشلونه 5 والسيتي 4. تاكيد على كلام ناصر، يعني مهزوم المباراه طافت من بس مو كل يوم ابو جاسم، ولا انت بعد كل يوم ابطال اوروبا كل يوم هذه 4 ما في كل يوم. ابطال اوروبا في فوائد. لا كيف البارحه منو 4؟ شوف يومين 4 ترى وصل 4 البارحه. احمد هو 2 بس احمد شوف في النهايه فانا قاعد اشوف ان فرقنا الخليجيه تحديدا قاعده تتطور وقاعده تدعم، كل نادي قاعد يدعم، وانا قاعد اشوف ادارات. انا مثلا فرحان في ادارات انديتنا بصراحه، السد والغرافه والريان
اشتغلوا شغل هذه، خلينا نقول هذا الشهر ولا هذه الايام اللي راحت في دعم الصفوف. واحنا اليوم نحصد، يمكن المباراه الجايه نخسر، ترى الرياضه دائما فوز وخساره يا جماعه، لا احد يناقش فيها، بس انا دائما اطالب بالاداء. العب وقاتل في ارض الملعب. انا ارجع واقول لك مره ثانيه، في اللحظه اللي كانوا يقولون الناس الهلال افضل فريق في اسيا، فريقك العين فاز عليهم. نعم. في النهايه هذه كره قدم، نعم الهلال هو الافضل، نعم الهلال قوي مرشح، ما حد يختلف، بس انت اشتغل واعمل على اساس تواجه. هذه النقطة باختصار يعني. بس في نقطة فنية كانت موجودة في جواب الكلام خالد. في المباراة المدرب لاحظ سافيتش نزل مستواه شوي، نزل ناصر ارتفع المستوى وجاب جولين ناصر، سجل ناصر هدف. نعم. وايضا في نفس المكان محمد سجل هدف، لانه ما كان هذا الدور في هالخانه تحديدا كان مفعل. اذا تتكلم انت عن بديل، لكن انا اقول من يترجم هذا العمل هذا كله؟ اللي جالسه تقوم فيه الاداره، المدرب واللاعبين. اذا العمل يعني ينسب للاداره في الاصل. انا قلت ناصر جولين، لا ناصر جول وسالم جولين. خالد امس المدرب ناصر وكنو ناصر كنو اسف. طيب ابو جاسم بس نقطه واحده، لان علي بيتكلم كم ساعه. احنا يمكن اليوم الغرافه ضرب لنا مثل، الريان كذلك في الفتره الاخيره تدعيم الفريق بلاعبين. احنا نقول لو كان الاستعداد بدري مثل ما قال محمد من البدايه، احنا كلنا اليوم عندنا كانت علامه استفهام قبل لا تشارك انديتنا، هل هي مستعده حق ابطال اسيا؟ اعتقد اليوم الغرافه لو هذا الفريق متجمع بدري، احنا كنا بتكون بداياتنا والستارت بيكون اقوى. يعني اليوم مثل ما قلت احنا اليوم مبسوطين ان نشوف هذا المستوى من الغرافه، وقاعدين نتخيل لو هذا المستوى يكون في دورينا ينتقل بجميع اللاعبين، راح يكون الدوري يعني المستوى عالي بغض النظر عن لعيبه المنتخب وان مشاركه اللاعب المواطن بتكون قليله. ولكن اليوم احنا الرجال شفناه المباراه اللي فاتت، شفنا اليوم الغرافه اداءه وفوزه، فاعتقد ان لو كان بدري شوي كان بتكون صحيح لو بدري بتختلف الامور. لكن انا حقيقه يعني انا قلت حق خالد جاسم في بدايه البرنامج ان انا عندي ملاحظه، انا حقيقه لا اتفق تماما ان الاتحاد القطري يسمح بزياده عدد اللاعبين المحترفين للفرق المشاركه اسيويا لعده اسباب. اولها تساوي ان المده اللي تم منحها للاعبين قبلها ب3 ايام 4 ايام قبل البطوله الاسيويه. 2 بيجونك لاعبين متوقفين عن الكوره، يعني خلاص لان فتره التنقلات ما في بس لاعبين عاطين عن العمل. شكل الحين وجدي مثلا على سبيل المثال في الغرافه هذا يمكن 6 شهور ما لعب. حارس الغرافه اليوم ريكو يمكن بعد ايضا 1.5 سنة ما لعب، كان مصاب ودخل في غيبوبه والله شفاه وعافاه ان شاء الله، ولكنه حارس كبير. وشفناهم اليوم تم استبدالهم ارون ووجدي لعدم جاهزيتهم البدنيه. الان بندخل الدوري الاسبوع القادم او بعد اسبوعين، يعني احنا عندنا توقف عشان المنتخب، لكن لو ما عندنا منتخب بندخل الاسبوع القادم. اذا هؤلاء اللاعبين ايضا لن يشاركوا مع الغرافه، يجلسوا في المدرجات 2 3 أسابيع ليلة اللي تجيهم المباراه الاسيويه ويدخلونها. اذا الاستفاده منهم مش كبير، مش ذيك الاستفاده الكبيره، لان احنا اليوم فزنا بدونهم، يعني يطلعوا الاثنين محترفين دخلوا اللاعبين المحليين فزنا. فلو لو تم يعني تم على 7 المحترفين، فرقنا تشارك ب7 المحترفين، وبعدين النادي نقول له انت يا اخي تعال جيب لك 7 محترفين صح، اما تجيب لك 3 4 والباقي عاديين، وتقول لي والله الفريق السعودي ولا الفريق الاماراتي عندهم 12 14 لاعب محترف، هذه انت مشكلتك. لو جبت 7 محترفين تقدر تنافس اي فريق. انا حقيقه ضد السياسه هذه او النقطه هذه بالسماح لفرقنا المحليه بتسجيل عدد محترفين كثير. اذا رحنا في دورينا ما يتكلم في هذا الموضوع ان شاء الله، ولكن انا في النهايه بالعكس اطالب بدعم انديتنا بلاعبين محترفين، احنا نبغي لهم بحيث ان احنا في النهايه نواكب التطور اللي قاعد يصير الان في دوري ابطال اسيا النخبه. لكن انا اقول انصح واقترح من خلال رايي المتواضع ان اللاعبين اللي تم تسجيلهم مع أنديتنا السد والغرافة والريان والوكرة في دوري أبطال آسيا الثانية رقم 2، أنا أنصح أن بالعكس يشاركون في الدوري، ما يتمون فوق على وعدد 7 محترفين. وعدد 7 يعني عدد 7 لكن مداورة بين اللاعبين. أنا خلاص أنا اليوم قائمتي 7 محترفين، انتهى الموضوع، والباقي يكونون فوق، لأن حرام بعد أنا أخليهم إذا أنا بأصل أبعد في النهاية. صح.
من ما انا فيه حاليا في دوري ابطال اسيا. بس الفرق اللي مش حتشارك اعطيهم نفس الفرصه. انت اعطيت افضليه للفرق. لا بعطيهم نفس الفرصه ابو محمد. هي في النهايه ايش بعد انا اجيب لي بعد لعيبه واحطهم في المدرجات؟ ما يجوز حقيقه. انا يعني انا اتكلم الان هي كفكره انك تطور. انا اتفق مع ابو محمد. يمكن بس هالانديه حتى لو الانديه الثانيه ابو محمد، ولكن انت اذا تبي المشاركه، لان هاي مثل ما تقول انا اوقع مع لاعب ذيك القيمه دار مال واخليه حق 6 مباريات او 7 مباريات بالضبط. فانا لازم اشاركه فيها، لان اليوم احنا شفنا عطى الله لاعب السد في مباراه العين وامس تعور، اليوم ما كان جاهز وجدي وكذلك في اليوم حتى ارون كان بعد مع انه جاي من دوري تو منتهي. فهاي الامور ما تقدر. حتى اصلا امس سايسي في السد يعني يمكن انا كنت حاضر المباراه اخر المباريات ما قدر انا ما لعب مع الفريق في المدرجات. اكيد محمد هاي يفرق الصراحه. اذا معناته علينا ان احنا ناخذ قرار ونتقبل كانديه ثانيه نتقبل ونقول انه بالعكس هذا في سبيل تطوير حتى مستوى بعض لاعبينا ترى في الدوري. ترى انت لما تحتك يكون احتكاك مع لاعبين كبار وذو خبره ومخضرمين ونجوم، صدقني انت المستفيد في النهايه. وحافز ابو جاسم نخليها حافز حق الانديه اللي تشارك انك انت شارك وخذ هذه اللي تبغاها اللعيبه. بس بعد في نقطه، يعني لو تخلي السبع عندك لكن تسوي لهم مداوره اللي يلعبون معك في دوري ابطال اسيا. تدوير هو التدوير هذا افضل فكره يعني. هذا يعني لما تخليهم 3 إلى 4 5 اسابيع ما يلعبوا معك في الدوري وفجاه يلعبون لك. فهد ترى حتى نقطه تدري ايش اللاعب اللي ممكن يشارك في التدوير هذا ينتهي عقده صح، ممكن السنه الجايه ما يشارك مع فريقه وياخذ اي نادي ثاني صح. المهم نرجع نتكلم عن مباراه الهلال قدر انه هو يحسم المباراه. اللي سجلوا اهداف المباراه اليوم منهم ليوناردو جول، متروفيتش جول، سالم الدوسري جول، بعدين ناصر الدوسري دخل سجل جول. كنو ناصر الدوسري محمد كنو. وانا وش قلت اخوي؟ طال عمرك تاكيد الكلام. قلت كنو هو قال محمد انه البديل مهم جدا واضافه. اختلاف جزاك الله خير. طيب التذكير طيب يعني. ومحمد كنو لما دخل ايضا سجل جول. الهلال في هذه اللحظات هو متصدر دوري النخبه عنده 6 نقاط، وايضا يتساوى مع نادي الاهلي السعودي اللي ايضا من مبارتين سجل 6 نقاط، والسد في المركز الثالث 4 نقاط، النصر السعودي 4 نقاط، الاستقلال الإيراني والغراف والوصل الإماراتي 3 نقاط، بيرسبوليس الإيراني وبختكول الأوزبكي، العين الإماراتي والشرطة العراقي نقطة، والريان بدون رصيد. أنا طبعا الآن يمكن بعض الجمهور زعلان من وضع فريقه في جدول الترتيب. ميزة هذه البطولة ان انت خلال مبارتين ممكن تكون من المركز ال 12 للمركز السادس والخامس. صح. ميزه هذه البطوله هي الثامن اهلك. اي ترى بقول ميزه هذه البطوله هي الامتار الاخيره. الامتار الاخيره يعني ممكن دخلك في المركز الثامن والسابع والسادس. اللي تاهلون من هال 12 8 انديه الى الدور المقبل، 8 انديه. ولكن دائما احنا نقول حسن من مركزك، لأن دائما بيكون الأول بيلعب مع الثامن، الثاني بيلعب مع السابع، الثالث بيلعب مع السادس، الخامس بيلعب مع الرابع كذي. فيفضل أنك أنت تعدل، لكن لا تزعل ولا تخاف. الوضع الحين طبيعي أنت زعلان متضايق، احنا ما سوينا شيء، احنا ما فزنا، احنا كذا. اطمئن، لأن في فرصة، ولكن فرصة مقابلها في عمل. فريق لازم يجتهد، الإدارة تعمل، الجهاز الفني يعمل، واللاعبين يتحملون المسؤولية اللي عليهم، والجمهور بعد يقوم بدوره التحفيزي والمؤازرة والوقوف خلف فريقه، على أساس في النهاية تكون عناصر كاملة إن شاء الله، والكمال لوجه الله سبحانه وتعالى، ونفرح كلنا بالفرق اللي احنا نحبها وتأهلها للدور اللي خالد. حقيقة أنت تلمح للريان تقريبا. نقول حق الريان حقيقة جماهير الريان جدول البطولة ما خدم الريان. صحيح. جاه الهلال اقوى فريق في اسيا والنصر وجاء هناك في النصر مع الفرق الثاني المرشح، والاهلي الجوله الجايه جاي الاهلي السعودي ايضا. فجدول حقيقه جدول يعني كان قاسي على الريان حقيقه يعني. 3 فرق سعوديه ورا بعض مع الريان، وفرق مؤهله لتروح ابعد بكثير. صح. الريان حقيقه الجدول ظلم فيه. هو واحد من اللي يكتون يقول بس ناقص يدخلون بعد فريق سعودي يصير الدوري السعودي، الريان يشارك بالدوري السعودي كله مع فرق سعوديه. هو في النهاية كم فريق سعودي مايد؟ 3. الهلال والأهلي ونادي النصر. نعم. كم نادي قطري؟ 3. لا يعني لا الجدول لعب مع فرق سعودية كلها مع فرق سعودية. في النهاية لا ترى أنا مش كلامي بس كان على الريان للأمانة، أنا الريان وحتى جمهور العين اليوم متضايق وزعلان إن بطل آسيا احنا في هذا المركز. كيف الوضع؟ ترى مش ما يخوف.
الوضع الحالي ما يخوف جدول الترتيب، ترى هذا جدول الترتيب في أي لحظة ممكن يتغير. ولاحظوا ترى الفرق بين المركز الأخير الريان والأول ترى 6 نقاط، يعني مبارتين. وانتبهوا الفرق هذه ترى اللي حتى اللي فوق بتتضارب مع بعض، بتصير مواجهات بعدين. يمكن ميزة هذه البطولة أو السلبية عند البعض ما أدري أن الفرق اللي من نفس الدولة ما راح يتقابلون، فبالتالي مثلا ممكن نوعا ما راح تصير مثلا في مواجهات تخدم بعض الفرق، خلينا نقول نوعا ما يعني. ولكن ممكن خالد اللي نفس الدوله يخدم النادي الثاني. اكيد بالضبط. فهمت هاي اللي يصير، يعني ممكن السد يخدم الريان في المواجهات اللي عقب تبقي له الغرافه، والعكس صحيح. الهلال يقدر يخدم حتى الفرق لانه يفوز عليهم، يخلي الفرق السعوديه تصعد. صح. فهي يعني مبنيه على هذا الشيء. مو بس حتى الفرق السعوديه، حتى الفرق المقابله ربعنا عاد كله يفوزون. ان شاء الله. هي بطوله اولى، نسخه اولى فيها اثاره. وجاسم هو الخليجيه تصعد، هو فريق واحد بيطلع. اذا فرقنا كلها احنا كنا بس هو فريق واحد بيطلع ان شاء الله، ما نعرف منه، ان شاء الله كلهم يصعدون نتمنى. والله بس 8 كثير ترى، يعني كثير اللي بيصير. لا 8 فرصه كبيره صراحه حق تاهل، والله فرصه دور 16 فرصه كبيره. حتى الريال لو يفوز المباراه الطافت الجايه بتشوفه فوق. وانا شو اقول لكم؟ الوضع الاتي عندنا ان اطمئنوا ان شاء الله. على طاري الريان حظه في القرعه انه جاء مع فرق قويه في البدايه، لكن حتى الريان ما كان سيء. فريقنا ما كان سيء، لعبوا مباريات حلوه. لا ممتازين مبارتين. انا بالنسبه لي بعض يقول لك مباراه عن مباراه فرقه، وانا اشوف بالنسبه لي كراي متواضع. انا دائما اعتبر نفسي واحد من الجمهور، كواحد من الجمهور مبسوط على اداء الفريق، ولكن نطمح للفوز. اكيد نبي نقاط في النهايه. مثل مباراه الغرافه، لو الغرافه لعبوا نفس كم العدد اليوم، مباراه الاستغلال يمكن بعد تفرق معاه. طبعا كان 6 نقاط الحين في الصداره. هناك الملعب ما خدمهم لها لو نقطه واحده طلع، بس الملعب ما يساعد. ما خدمهم. نعم اتفق معك. الملعب هذاك الله يعين الفرق اللي بتروح تلعب في الملعب صراحه. الله يعينهم. واحنا قلناها الايرانيين يوم بيجون برا بيبهدلونك اكثر عن يوم يلعبون في الملعب، لان ملاعب زينه. هناك بالعكس هم يتواجدون تتواجد وياهم، برا يستانسون. والله واحد من الاخوان طرش رساله يقول لي مباريات نادي العين القادمه ضد الهلال، ثم النصر، ثم نادي الاهلي. السعوديه جدول صعب. لا شوف خالد، احنا نتكلم عن دوري النخبه. معنى النخبه يعني زبده الفرق. شكرا. طيب ناخذ ردود الفعل بعد المباراه الهلال والشرطه. هارد لك لكم، مباراه كانت صعبه. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء الحمد لله والشكر على كل حال، والحمد لله على سلامه اللاعبين ايضا. مباراه صعبه جدا امام فريق يعني اذا اريد اوصف الهلال يعني صعب توصيفه. اذا اريد اعد فريقين في اسيا فالهلال واحد من عندهم. مبروك لهم، مبروك جماهيرهم، اكيد نادي كبير ان شاء الله. رغم هذا احنا اليوم ما كنا بالمستوى المطلوب او ما ظهرنا بالمستوى المطلوب، رغم هذا اعتقد الشوط الثاني سنحت لنا 3 فرص تقريبا للتسجيل، لكن الحمد لله والشكر. هذه ثاني مباراة، امامنا مباريات ايضا قادمه ان شاء الله. ان شاء الله تحقيق لشيء ايجابي ان شاء الله. يعطيك العافيه. شكرا. Congratulations, Captain. How can you manage the too many games? How can you manage the pressure of that? Oh, it's football. You see all around the world, every big team plays 3 days, so we need to be used to it. We are a big team, and it's all about our work between the games, to arrive the games and to be as fit as you can, and to give 100% of it. Big match today, and the next one will be big again. Will be big also. It will be with Al Ahly. Yeah, big game. We are used to big games as well. This is a very good league. A lot of good teams, and it's one more for us. We will prepare it the better that we can, and for sure we'll give our best to try to win the 3 points over there. Thank you. Thanks. Congratulations. طيب الاتحاد الاسيوي لكرة القدم يعلن عن يتكلمون عن احتفالات اللاعبين، بين ان واحد يعبر عن مشاعره في ان زوجته حامل، وبين حركه بيبيتو القديمه، وبين اليوم الحركه هذه الجديده. طيب الاتحاد الاسيوي اعلن عن ترشيح 3 لاعبين لجائزه افضل لاعب اسيوي يلعب في قاره اسيا: اكرم عفيف، يزن عمات، ويونغ سيول يونغ او من كوريا الجنوبيه، اللي هو لعب في اولسان، وكرافينا
زفيزدا. يزن عماد لعب في الأردن والنادي الأهلي والنادي العربي. أكرم عفيف منتخبنا ولعب في نادي السد. وفي ريال وأوبن. ياخذها خالد أكرم. يعني مع احترامي للكوري، ويزن لاعب مميز ومهاجم هداف وحقق الكثير للمنتخب الأردني. نعم. لكن إنجازاته الفردية والجماعية حق أكرم رقم واحد متصدر، يعني كفاية بطل كأس آسيا وعامل الفارق في السد واحسن لاعب اسيست واحسن هداف. عنده امور فنيه كثيره تساعده. نعم. انضباطي، ما يغيب في المباريات، دائما متواجد. انا يعني بعيد عن كل مكروه، اكرم ما قد شفته مصاب، دائما يلعب ويلعب 90 دقيقه ما شاء الله ولا ياخذ بطاقات صفراء وحمراء. اللعب النظيف متوفر عنده، فهي كلها امور تساعد كامله ابو محمد. نقاط الجائزه مؤهلات كامله يعني كل ما تبي اللعب النظيف عنده 90 دقيقه يلعب، عدد دقائق اللعب، اكثر لاعب يلعب عدد دقائق اللعب، اسيست رقم واحد، هداف رقم واحد، ومؤثر وممتع في كل مباراه. هو ممتع، يعني المتفرج يجي تبي تشوف المتعه في اكرم، يعني مش بس هداف، لا يدربلينج، يلعب باسي، مؤثر، عنده كاريزما في الملعب. فانا اعتقد اكرم بياخذها. ومحمد الاضافه على اكرم انه هو اتوقع عقليته انه ما ينزل عن افرج معين في المستوى يعني ما ينزل عن 70%. دائما يعطيك الماكسيمم. حتى لو تحس انه هو اليوم نقول اكرم ما بين، لكن يبين في لعبتين ويتخلي فريقه مثلا صنع هدف او سجل هدف طول المباراه، لكن الافرج ماله ما ينزل على 70%. هذا اللاعب مدار تقول يعني لاعب الفريق الاول 10 سنوات او 15 سنه، هذا اكرم وما ينزل عن 70%. هاي العقليه اللي محتاجه انه يستمر على مستوى اللاعب. اتكلم ابو سعود عن النقاط. هي في جائزه افضل لاعب في اسيا في نقاط محدده. اكرم انا اقولها لك من هنا اقول مبروك له الجائزه لانها كامله، واتوقع انه هو اللي بيكسب الجائزه لانه افضل لاعب، اسيست، هداف، حصل على كاس اسيا، انجازات. نعم، انجازات كثير، وحتى في كاس اسيا ابو علي بنفسها لا هي تنحسب بالمباريات مع المنتخب. فاتوقع اكرم. عموما الاختيار راح يكون في تاريخ 29 اكتوبر في العاصمه الكوريه الجنوبيه سيول. بكره عندنا مباريات في دوري ابطال اسيا. 2 فريق من الوكرة راح يلعب مع في ضيافة نادي رافشان الطاجيكي الساعة 5 على الكاس 9، وأيضا مباراة ثانية بين التين التركماني مع نادي الخلدية البحريني الساعة 5 على الكاس 10 تقدرون تشوفونها. نادي ناساف الأوزبكي راح يستضيف نادي شباب الأهلي الإماراتي الساعة 5 على الكاس 11، وأيضا الحسين الأردني راح يلعب مع نادي الكويت الكويتي من ضمن المباريات اللي بكرة نشوفها. مباراة تراكتور الإيراني مع نادي موهان الهندي في إيران، ونادي التعاون السعودي راح يستضيف نادي القوة الجوية العراقي. هذه مجمل التوفيق للوكرة المباريات. الله يا رب، الله يوفقهم. توفيق. يعوضون المباراة الأولى إن شاء الله. إن شاء الله. مباراة المنتخب الجاي أي يوم؟ يوم 10 ويوم 15. يوم 10 ويوم 15. وبرنامجكم المجلس راح يكون معاكم يوم 9 أكتوبر إن شاء الله الساعة 9:30.